بص يا استاذ محمد، قول لي يا استاذ. الموضوع بسيط أوي. حلو. احنا لما بنيجي نتعلم يوتيرن زي فكرة اليمين والشمال كده، بس هنا يبقى فيه قواعد ليه بسيطة شوية. بمعنى ايه؟ لما بنيجي ناخد يمين او شمال لازم داخلين نكون مبطئين جامد قوي. تمام. هي نفس الفكرة، وانا داخل على اليوتيرن لازم اكون بطيء قوي. بس انا هوريك الغلطات اللي بتحصل مع معظم الناس عشان نتفاداها ونبدأ بقى على الصح على طول. حلو الكلام. اي حد لما باجي ادربه على اليوتيرن اول حاجه بيفضل واحد حاطط عينيه على الطريق الناحيه التانية، عايز يشوف المقابل ده عدى ولا لا. فلو هو فضل باصص كده هتلاقي نفسه نسي اليوتيرن اصلا وجسمه العربيه راح فين؟ تمام. لقدام كده، تمام. صح؟ طبعا الشكل ده مش صح. طبعا. طيب انا وانا داخل اليوتيرن لازم تكون عيني على الحاره اللي انا هلف منها تمام. عشان اعرف انا هبدا ايه، اخد قد ايه في البريك. كمان بلس كده ابقى فاهم ان انا يعني قريب من رصيف، لا هخبط فيه، لا مش هخبط فيه، حلو. الكلام ده. بس وانا داخل ما ببصش على الرصيف، ببقى عيني على الايه، على الحاره.